السلام عليكم ورحمة الله. في واحد الخبر جديد واللي غادي يعجبكم بزاف، تعلن واحد المرسوم جديد في الجريدة الرسمية للمملكة واللي فيه قرار نزع ملكية ديال 3 ديال العقارات اللي كاينين في الرباط. وهاد العقارات بثلاثة فهما ديال الدويلة العدو، واللي فيهم عقار السفارة والإقامة وواحد الفيلا. هاد العقارات في المساحة ديالهم هي 619 متر مربع زائد 630 متر مربع زائد 491 متر مربع. والهدف الرسمي من نزع هاد العقارات ديال دويلة العدو هو توسيع مقر وزارة الخارجية المغربية. وبيني وبينكم الهدف هو نصيفطوا الدويلة العدو من المغرب وفي مرة. داكشي علاش المغرب دار هاد الخدمة، وعلى حسب ما كيبان ليا فالمغرب صافي خدا قراره ان لا مصالحة ولا مستقبل غادي يكون مع الدويلة العدو، وبالتالي ما يصلح معاهم غير زيادة التسليح وتحصين الحدود زائد ضرب المصالح ديال الدويلة العدو، بحال كيف درنا لهم في العديد ديال القضايا، ومنها قضية دول الساحل والصحراء والمبادرة الملكية المغربية. وبالمناسبة فهاد الشيء اللي خلى الدويلة العدو تخرج في تصريحات جديدة هاد اليومين اللي دازوا، واللي خرجات عاوتاني باتهامات جدية للمغرب والإمارات وإسرائيل، وقالت بأنهم كيخدموا ضدها وضد مصالحها في دول الساحل والصحراء، وباللي الجزائر قوة ضاربة. العالم كله معترف بالجزائر إلا بعض الجزائريين. واذكر الجزائر واسغى إن ذكر اسمها تجد الجبابرة ساجدين ركعا. هانا كبرنا هكا. وباللي الجزائر ولات خايفة من أن هاد الدول يعني المغرب والإمارات وإسرائيل غادي يأزموا الوضع ما بينها وبين دول الساحل والصحراء. زايد قالوا أن الإمارات وإسرائيل كيدعموا المغرب بالعاني ضد الجزائر عبر توقيع صفقات تسليح مع المغرب، وحتى توقيع استثمارات ضخمة للإمارات خصوصا في الصحراء المغربية. الخلاصة أن الدويلة العدو واصلها الصهد وما مصروطش ليها التقارب ما بين المغرب والإمارات، داكشي علاش ولاو كيديروا اتهامات مباشرة للإمارات في كل يوم وكل يومين، وهادشي بطبيعة الحال فهو مفيد للمغرب. الخلاصة أننا كنباركوا الخطوة المغربية في نزع ملكية عقارات سفارة دويلة العدو في الرباط باش يخرجوا علينا في مرة وما يبقى عندهم والو في المملكة الشريفة. حتى لهنا غادي يكون الفيديو سالا، نتلاقوا في أخبار جديدة، مع السلامة.